مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع بخير. اليوم كان عيد ميلاد بنتي، فحبيت أعمل هذه الأصناف وبدي أعملها معاكم صنف صنف، يعني نعمل مع بعض كل هالأصناف. فحبيت أشارككم هالعيد الميلاد الحلو، أعمل كل الأصناف بإيدي. شايفين هدول الأصناف كلهم، يعني ما أخدوش معي تقريبا أبو 3 ساعات بالمطبخ. هيك أنا دايما بحب الأعياد الميلاد أعمل كل شي بإيدي. فعملنا عملت الكيك وعملت كب كيك وعملت الجيلي مع الكريمة والدونات والمعجنات. هدول عملتهم راح ارجيكم كيف عملناهم في بعض بأبسط طريقة طبعا. و هذه المكونات كلها ما كلفتني كتير شغلات، يعني لو بدي اطلبهم وخاصة هذه الكيكة اللي عملتها، لو بدنا نطلبهم من اي محل هدول الاصناف راح يكلفونا كتير. اما في البيت يعني ما كلفني كل هذا. يعني بيجيش بحق كيكة صغيرة عنا بتنباع. فراح نعمل مع بعض صنف صنف هلأ. حبيت اقدم لكم هدول الشغلات، ان شاء الله انكم تستفيدوا، يعني تعملوها بالبيت او باعياد الميلاد. وهلا راح نبلش بالاصناف، راح نعمل مع بعض اشي اشي. اول شي ببلش بدي اعمل هون الحلو البارد. حطيت هون كوب فيه 200 ملي من المي الباردة، فيكم تضيفوا الحليب بدل المي. وحطيت باكيت من الكريمة وخلطتهم، وبحط هون المي اللي هي 400 ملي مي سخنة دوبت فيها الجيلي. جبته هون احمر عشان يطلع هيك على زهري، لانه اغلب شفتوا العيد ميلاد كله باللون الزهري عملته. وبعد ما خلطته الجيلي بالمي السخنة حطيته على الغاز، يعني تقريبا هيك نص دقيقة. وخلطته مع الكريمة كتير منيح، وبحطه بالقالب بحطه بالتلاجة. هلا بدنا نعمل الكيكة اللي هي كيكة الكاكاو. بحط بيضتين، وحطيت هون نص كاسة من السكر وباكيت من الفانيلا. بخلطهم كتير منيح لحتى يصير هيك عبياض. وبحط الزيت اللي هي كاسة إلا ربع، وكاسة إلا ربع من الحليب. فيكم تضيفوا المي، وبنخلطهم كتير منيح. بعدين بضيف هون الطحين. الافضل انه يتنخل الطحين لحتى تطلع معنا الكيكه هشه زي ما شفتوها وانا بقطع فيها، يعني زي الاسفنج طالعه كتير كتير طيبه، زي كأنها مجيوبه من المحل. وحطيت هون كمان كاسه من الطحين. حطيت هون باكيت من البيكنج باودر. هون الاصناف كلها والمكونات رح اكتب لكم اياها تحت في صندوق الوصف ان شاء الله. وحطيت تقريبا نص كاسه من الكاكاو لحتى تطلع معنا الكيكه لونها غامق. يعني حاولوا تضيفوا او تجيبوا الكاكاو اللي بكون اللون الغامق، في بكون لون فاتح، يعني قد ما بتحطوا بضل هالكيكه لونها فاتح. عندي هون القالب، انا بدي اعملها صغيره شوي لحتى اعملها بس طبقتين. وحطيته القالب مسحته بالزيت ورشيته بشويه من الكاكاو. وبعمل هذه الخطوط وبحطها بالفرن على حراره 180، بتقعد تقريبا 20 دقيقه. بنحطها بالرف الوسط. اخذت معي 20 دقيقة بالظبط. هلا بدنا نعمل الكب كيك. عندي هنا بيضة بضيف لها نص كاسة من السكر وباكيت من الفانيلا. يعني هذه الخلطة عملت لي بالظبط القالب اللي هو 12 حبة من الكب كيك. وبحط نص كاسة من الزيت ونص كاسة من الحليب وكاسة من الطحين. طبعا بنخله زي ما قلت لكم، كل ما نخلتوه الطحين بكون افضل للكيك. وبحط هون باكيت من البيكنج باودر وبخلطهم كتير منيح. وانا جهزت القالب حطيته دهنته شوية زيت وطحين، ويعني بوصل للنص تقريبا لانه راح ينفخ معنا. انا هون ما لبسته الورق الزبدة، فقلت خلاص يعني ما عندي.
فعملته خلص هيك انه طالما حطيت زيت وطحين فبتطلع معنا الحبة، وبحطه على الفرن على حرارة 180 بالرف الوسط. فباخد معنا تقريبا يعني 10 دقايق او 12 دقيقة بكون جاهز. بعمل هذه الشغلة بالسكينة حتى تطلع معنا السطح بكون مستوي، يعني ما بكون طالع ونازل هيك مش مرتب منظره. عندي هنا العجينة بعمل فيها المعجنات والدوناتس. حطيت بدي اعمل هون انا مقدارين مش مقدار واحد. حطيت 4 كاسات مي سخنة او دافية، و4 معالق من السكر، واربع معالق ممسوحة من الخميرة. وحطيت هنا 4 كاسات من الطحين. هدول مقدارين، يعني بتطلع معنا العجينة كتير كبيرة، لاني انا قلت بدي اعمل معجنات وبدي اعمل كمان منها دونات. وبحركهم كتير منيح، وبغطيها 10 دقايق. بتركها لحتى تتخمر، لان العجينة هون سائلة بتتخمر معنا اسرع. بعد 10 دقايق بحط كاسة من الزيت ومعلقة كبيرة من الملح و6 كاسات من الطحين، وبعجنهم كتير منيح. هون حسب الجو هون ضفت كاسة، يعني حسيت العجينة مرقة فضفت كاسة من الطحين، لانه كان الدنيا هون شوب كتير عنا، يعني الله يرحمنا برحمته يا ربي. عنا شوب كتير كتير، فالعجينة احتاجت كمان كاسة من الطحين. بدنا نعمل هلأ الحشوات. عندي هون بصلة قطعتها مع سن تومة، وعندي هون الدجاج اللي مقطع صغير. بقلبهم بشوية من الزيت لحتى يستوي الدجاج، وبحطهم معلقة كبيرة من الطحين. بقلبهم على الغاز على نار عالية طبعا لحتى تروح طعمة الطحين. بقلبهم كتير منيح، وبحط كاسة من الحليب وبخلطهم. هذه الحشوة كتير كتير زاكي، جربوها كتير كتير طيبة طعمها مع المعجنات. وحطيت هون جبنة، يعني إضافة اختيارية بس تعطيها طعم كتير زاكي. خلص هذه الحشوة الدجاج هيك جاهزة معنا. طبعا حطيت على الدجاج فلفل أسود أو بهارات وملح. عندي الحشوة التانية اللي هي لحمة مع بصل، قلبتها اللحمة المفرومة، وضفت لها كمان معلقة من صلصة البندورة حتى تتماسك. يعني في ناس بضيفوا طحنية كمان، بحطوا طحنية وشوية حامض. هاي الحشوة التانية جاهزة معنا. شوف العجينة ما شاء الله، يعني عملت الحشوات قلت اتركها شوي. شوفي قديش خامرة. هذا من الجو لانه شوب كتير، فكانت كتير كتير خامرة ما شاء الله، بتجنن. هلا بقطعهم. انا بدي اعملهم احجام هيك صغيرة شوي عشان العيد ميلاد. قطعتهم صغار شوي وبحطهم بصينية طبعا مدهونة شوية زيت. بحط بحاول يعني اعملها شكل دائري. فحسيت هذه الأداة إنه بتساعدني شوي إنها تعملها بالشكل الدائري زي هيك. وبحشيهم بحط كل الحشوات. ما شاء الله هذه العجينة عملت كمية من المعجنات، وكمان اللي عملت فيها اللي بقية اللي ضلت عملت فيها دونات. وهيك بعد ما أجهزهم بحطهم بالفرن على حرارة عالية طبعا 250 من تحت لحتى يتحمر. وبعدين بحمر الوجه. طبعا هون دهنت الوجه أنا الجوانب دهنتها شوية زيت عشان تتحمر يعطيها لون حلو. هلا الدوناتس ضفت لها بيضة. العجينة هذه اللي ضلت شايفينها حطيت لها بيضة للدوناتس، لانه الدوناتس بده بيض وبده بيكنج باودر وفانيلا وهيك شغلات. وضفت لها طبعا طحين وباكيت بيكنج باودر وباكيت فانيلا. يعني انا استغليت انه انا عندي عجين، وليش يعني ارد اعجن بهالشوب والدنيا عندنا نار، يعني وقفة المطبخ كتير بتغلب، وبقدرش اشغل هواي طبعا لانه العجينة بتخرب من الهواء. فاستغليت انه انا عندي عجينة وقلت بعمل فيها دونت. هون برقها يعني تكون انها خميلة شوي العجينة لحتى تطلع معنا الدونت هيك نافشة وحلوة. هلا بقطعها بهذه أداة الدونات. إذا ما عندكم فيكم تقطعوها بغطاية بريق الشاي أو بكاسة أو بصحن الموجود عندكم. أنا حبيت الدونات هون، قلت طالما الفرن شغال للمعجنات فحبيت إني أحطها بالفرن.
يعني ما اقليهاش، فطلعت كتير كتير زاكي. انا اول مرة بعملها بشويها بالفرن، دايما بقليها. طلعت اطيب بكتير من القلي. شايفين هون خليتها بالفرن الحامي تتخمر ابو هيك 10 دقايق. بعدين عملتها خبزتها على حرارة 200 لحتى اتحمرت من تحت. بعدين حمرت وجهها. وهنا بغطسها بالشوكولاتة السايحة، شوكولاتة بيضاء سيحتها بمعلقة من الزيت، تحتها مي سخنة، وبغطسها بالشوكولاتة البيضاء وبزينها. يعني الزينة هذه حسب الرغبة. زينتها هيك انه بهيك الوان عشان العيد ميلاد. وحطيت على الشوكولاتة طبعا حطيت شوية مي، يعني ابو ربع معلقة، وملون غذائي زهري، ودرتهم على الشوكولاتة لصارت هيك لونها زهري. طلعت كتير كتير حلوة هذا اللون. هلا بنيجي للكيكة. شايفين الكيكة كيف بقسمها لحتى اعملها حرف ام؟ يعني قسمت الاطراف اول شي. الكيكة كتير كتير طلعت معي هشة، يعني طرية جدا كتير. يعني كان الشغل يعني كنت شوي شوي اشتغل فيها عشان ما تتفتفت معي. هلا بقطع الجوانب عشان اخدهم، عشان اعمل الطبقة التانية بالجوانب. يعني تطلع هذه الجوانب بالضبط بالضبط بتطلع على قد الطبقة التانية، كأنها يعني مرسومة عليها. فبناخد الجوانب نحطهم على جنب. هلا بقطع الحرف الام. شايفين كيف بتقطع؟ يعني ولا اسهل منه حرف الام. شايفين التقطيعة كيف؟ اول اشي بقطع بشكل مستقيم، بعدين اكس، تطلع معنا الام الحرف، ومن فوق كمان بعملها حرف في. يعني هذا اسهل تقطيعة عشان نعمل الام. وهي دي قطعتها كمان هون زي ما قلت لكم شكل في، وبحتفظ فيهم هيك على جنب عشان نعملهم الطبقة التانية. هلا بسقيها للكيكة. لازم تتسقى الافضل، يعني هي طرية كتير طالعة معي وناعمة كتير وبتشهي. بس انا حبيت اسقيها كمان، اللي هي حطيت نص كاسة مي وربع كاسة من السكر، وغليتهم ابو دقيقتين 3 على الغاز. هذه هي التسقاية تاعت الكيك. خليتها تبرد سواء الكيكة او اللي بسقي فيها بيكونوا باردين مع بعض. هون حطيت الطبقة التانية. شايفين كيف بتطلع على قد بالظبط؟ يعني اللي قطعتهم اجوا على قد. هلا بزينها بالكريمة. هذه طبعا الكريمة اجت بيضة، فانا بحط عليها ملون غذائي. حطيت لها اللون اللي هو اللي بيجي اللون مثل صبغة اللفت هيك، بتيجي لونها فوشي، بس بحط شوي منها بتطلع زهري فاتح زي هذا اللون. طلعت كتير حلو اللون. هيك بعد ما زينتها برشها بشوية هيك من هدول الالوان. يعني ما حبيت اعجق كتير، حبيت انه يكون الاشي بسيط. يعني كنت التعجيق احيانا انه بخرب الشغلة. وزي ما قلت لكم بشغلات بسيطة بنعمل اشي كتير حلو. وهي عندي الكب كيك كمان عملت له زينته بالكريمة البيضاء. وللتغيير يعني الكيكة هذيك زهرية وهذه بيضاء، وبزينهم عملتهم رقم 5. طلعوا كتير كتير حلوين. وهاي عنا الجيلي والكريمة اللي عملناه مع بعض، قلبته وبزينه بالكريمة كمان. طلع كتير كتير زاكي هذه الوصفة الباردة. وإن شاء الله تكون استفدتوا وانبسطتوا بهالفيديو البسيط يا ربي. وإن شاء الله بشوفكم بفيديوهات تانية إن شاء الله. أنا بطول عليكم لأنه انتوا شايفين الوضع، يعني عنا بفلسطين الوضع مش مشجع إنه نصور أو نعمل أي شي، بس بنحاول نتعايش مع هالدنيا. يلا مع السلامة.